السلام عليكم، رمضان مبارك على الجميع. وصفتنا لليوم أوزي الدجاج، من أشهى الأطباق اللي بنقدمها إذا عنا عزيمة. اليوم أنا مستخدمة دجاجة كاملة، قطعتها من منطقة القفص ورح نزلها هلا بالمي. ما غلى هيك وطلعت عليه الزفرة، هلا رح أتخلص منها كلها. رح أضيف البصلة وورق الغار، عندي حب الهيل وبسمار القرنفل. بس يغلي 10 دقايق بالمطيبات رح شيله وصفيه وكفي استواءه بالفرن. جهزت الصينية وعليها ورق الزبدة، رح شيل الدجاجة هيك بهالطريقة وحطها هون وادهنها هون عندي بالصلصة. حط لكم الصلصة اللي دهنت فيها الدجاج بصندوق الوصف. رح اخده على فرن محمى مسبقا على حرارة 200 علويا وسفليا. حضر البازاليا، عندي هون 400 جرام بازاليا مجمدة، عندي جزرة مقطعة ومسلوقة. رح اضيف عليهم رشة من الفلفل وزرف من مرقة الدجاج. ضيف عليهم كوب مي واتركهم 10 دقايق على نار هادية. تحضير الرز عندي نص معلقة من معلقة من العقدة الصفراء، عندي معلقة من بودرة الماجي. غطيه واتركه على نار عالية لحد ما تنشف المي. بس نشفت المي رح غطيها واتركها لمدة 15 دقيقة. هضيف البازاليا والجزر. هيك صار عندي أطيب وأفخم منسف أوزي الدجاج. هي كانت وصفتي لليوم، أوزي الدجاج، وصحتين وعافية.